السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclahay maanta mowduuc taariikhi ah inaan idinka sheekeeyo oo dadku umadu ka faa'iideysan doonto. Su'aasheen waxa weeye xageebay ka yimaadeen yahuudii ku noolaa Madiina Munawwara iyo Jasiira Carabiya inta uusan iman Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Xagee ka yimaadeen? Su'aashaas ayaan rabaa inaan wax fikrad inaga siiyo. سؤال لو يدي شيخ أخوي، ما هو الاسم الشرعي المتفق عليه بين العلماء لما يسمى بدولة إسرائيل؟ ومحي مقع الشرعي علماء الكوهشيين اللي يقانوا دولة إسرائيل سأنه لنصحح لأبنائنا سأنه عروتنا وصححنا حيالها إفانسيين. شيخ حوير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وحويري أما بعد فلا نعلم لهذه الدولة اللقيطة اسما. دولة اللقيط، كلمة اللقيط وأدين ترجمة معناه ده مقع من قانين دولة اللقيط كلمة اللقيط مركينو إيجنو كلمة اللقيط ديكشنريجا أف عربي مركز يكتب وحوية والمها الولود الذي يلقى به في الشارع فيلقط. المها اللي لو توري طريقة أو الشارع دتك داري أي تورين لقاده الملقوط أو حين لقاده مركا طفل لقيط والمير أو شارع لو توري أو دتك داري أي ربن. دولدان أركي ولو العرب أو مسلمين قف دمرة أنت علمه مركي لا شيء كنت أفدي أقدكتي أما مسجد هرتس أقدكتي ولا حول ولا قوة إلا بالله. مركز على يقنا لقيط. الصوماليين الكلمة ده أي استعمالان له باسترد ومعناها لقيط ويه. هذا إنجليش كي قلت ديكشنري كلمة اللقيط معناه ده وحكوم معناه يا إنه هاي باسترد. هبل وحكوري والله إنك أسوأ باستروي وأر باستر بعترض نجتك وكلمة خطروية كلمة ده على سكيل هذه كلمة باسترد واللقيط وحوي قف لدلي أو ميل lagu tuuray oo la garanin abi iyo hooyadii taasna waa kelmad aad xun weeye kelmadda baaster taariikh iska ilaaliyo. marka dawladan isu bixisay magaca Israa'iil mana aha in magaca lagu yeero magaca Israa'iil waa magac sharaf leh magaca Nabi Yaqub alayhi salaam waa dawlad laqiit ah macnuhu maxay waa dawlad aan asal lahayn sida mithaalkii aanu bixinay ilmaha laqiitka ah sidaas oo kale waa dawlad aan asal lahayn oo meel ay ka timi la garanayn oo tuugo isa soo urursatay oo wadamada kale ka timi wadamo fara badan oo kala duwan ka timi oo sheegatay inay bani Israa'iil yihiin oo lagu beeray wadan muslim ah oo ay dadkii deganaa ka qaadeen oo dileen oo guriyoodii ka gubeen oo habeen iyo maalin la dagaalamayaan maalin walbana dhulkoodii qaadanaya ilaa ay wadankoodii oo dhan kala qaybsadeen oo qaateen. marka wata magaca الدولة اللقيطة دولة بلا أصل كأ مركا لو يدي الشيخ وحويري فلا نعلم لهذه الدولة اللقيطة وادقرتين كلمة اللقيطة معنيه ده دولة اللقيط كميل عدلاء ميل لقح لي على قرنين فلا نعلم لهذه الدولة اللقيطة اسما مقع ومن قانين متفقا عليه مقع الوهشيي بين العلماء الحدود وتسميتها بدولة إسرائيل إن لو بحيونا مقع دولة إسرائيل فيه تعد على هذا الاسم الشريف مقع الشريف كه ومقع شرف لوي مقع إسرائيل مركا لأيقو صوابتنا وهو والوحد قدبي مقع الشريف كه مقع إسرائيل يا إسكاله وحوكيري فإن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام نبي يعقوب عليه السلام أي مقع الوبحي ومعناه عبد الله مركز يكتب إسراء كلمة إسراء وعبد إيلنا اللغة العبرانيين يهودا إيل وإله إسرانا وعبد مركز نقول عبد الله بن كما سبق بيان ذلك في الفتوى فتوى الشيخة فتوى المبرضة لأيكم موتشي والأليق باسم هذه الدولة اسم الصهيونية يعني وحا مناسب كوا إن لو يرى الدولة الصهيونية ده. فإنها حركة سياسية عنصرية وحركة سياسية أو عنصرية وهذا اللي يقان بدن أو دد كنا ما يقانين إسرائيل إنه يهي نبي يعقوب عليه السلام مركب حركة سياسية أو عنصرية ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين وحين الدونيان إن الدولة أسميان يهود فلسطين قدهيدة وتريد أن تحكم من خلال هذه الدولة العالم كله وحربت إن العالم كله حكمته يدعو استعمال مقع إسرائيل إن عالم كل حكمته. واشتقت الصهيونية من اسم جبل صهيون من جبل صهيون في القدس بوركو تالا في القدس بورت الصهيون أي حركة عنصرية أي مقع كقالت وحنوصل نقول إن الموضوع هني السؤال شعوية متى هاجر اليهود إلى المدينة المنورة كورما يهود وهاجرين مقالة بركيسان المدينة المنورة مقالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحويري فقد بينا سبب هجرة اليهود إلى المدينة المنورة في الفتوى رقم فتوى البركيد وكا طبعا موقع أن كان هو موقع إسلامي إسلام ويب بتكيليسان وحاسون إسلام ويب بتكيليسان فتوى ده حاسون رقصت كيليسان أرسل نقولنا وحويري وأما في وقت ذلك وقت قاس فقال ابن كثير عالم كيني وينا ابن كثير وحويري في المختصر في تاريخ البشر كتاب قال المختصر في تاريخ البشر تاريخ البشر ككتاب سوكوبا قال صاحب الأغاني كان السبب في سكن اليهود خيبر سببت اليهود ودقناين خيبر وتقارن المدينة المنورة من بيركو تالا وأكتيدا كان السبب في سكن اليهود خيبر وغيرها من الحجاز سببها اليهود ودقين
khaybar iyo meelaha kale ee ardul xijaaz anna muusa calayhi salaam nabi muuse calayhi salaam arsala jeyshan ilaa qitaali alcamaaliqa markii nabi muuse ay soo geliyeen meesha wuxuu u diray ciidan buu u diray niman la dhaho alcamaaliqa oo ku nool meesha asxaabu khaybar wa yathrib waxay deganaayeen suu sheekhu halka sheegayo khaybar iyo yathrib wa ghayruhum min alxijaaz xijaaz iyo yathrib iyo khaybar yathrib waa magacii hore ee madiina munawara camaaliqadu waa shacab la oran jiray ama qabiil la oran jiray alcamaaliqa shacab fara badan bay ahaayeen dad fara badan bay ahaayeen وغيره من الحجاز وأمرهم موسى عليه السلام وحكو أمر أن يقتلوهم إن الدلان ولا يبقوا منهم أحدا ذلك على إهايان ولبضن وحو يرعدنا كريبين الدلان فسار ذلك الجيش طبعا الجيش كان نبي موسى صدري عليه السلام فسار ذلك الجيش وأوقع بالعمالقة ويمدين عمالقة دي بدقال قادين وكقوليستين وقتلوهم ويدلين بقر كعماليق ذا أي الدلين إنم كيسي أي قبتين ومعناها وحو نقضي أسير أما محبوس إنم كيسي بيقبسدين ورجعوا به إلى الشام وحي أسوى نقدين بلاد الشام ومات موسى عليه السلام موسى عليه السلام مركو دنتي وانا سنة دي شيء أن يوشع بن نون با كدن بيي أو عيدا كودي أو بني إسرائيل هجاميني فقالت لهم بنو إسرائيل قد عصيتم وخالفتم فلا نأويكم عيدا كي مركو كسو نقضي بلاد الشام ورجعوا به إلى الشام وقد مات موسى عليه السلام فقالت لهم بنو إسرائيل كي تشوغي بلاد الشام عيدا كي سو نقضي بوحكوير هذين سودتك ما يسودلين ونبي مصر مردما وحي هذين قد عصيتم عاصبة نقطتين وخالفتم شريعة ديات خالفتين فلا نأويكم خلاص نلدق ميسان إذا المسؤول وين إنه فقالوا عيدا كما حويري نرجع إلى البلاد التي غلبنا عليها وقتلنا أهلها وهكون قلنا ودن كي أنه دتكو دا سود اللي وصوبا بإني وأهل كي دا سود اللي أيام كنا قلنا فرجعوا إلى يثرب معناها يهود انتي نقطتين اللي الديدين لسوء عليي وحيكسوا نقطين ماشي الدقال كو قادن دتك الدلين عماليق الدلين تعمل فانتين فرجعوا إلى يثرب خيبر وغيرها من بلاد الحجاز خلاص هالكاسي سود دقين هالكاسي بيسكت دقين بقى هالشيء كذا انت هورنا وشرحات بهاي انت نوع شرحات كلا او ابن الجوزي كشرحيه وهو يري هذا مصور ضعفنا وحن كبلا من مركي اي مادين ان يستبقوا الخير منهم فقدموها فرزقهم الله الظفر وقوليستين فقتلوا العمالقة عمالقة دي بالدلين وكانوا بيثرب حتى انتهوا الى ملكهم الى اي بقر كودي اي مركي بقر كودين الدلين الذي كان يقال له الارقم فقتلوه ويدلين واصابوا ابنا له شابا لم يرى احسن منه وحي محبوس كدغين وقبتن ان كيسه بقرك يدل ان كيسه ان بو اهاندي اد قرحان او اي سنه بينك هدلنا بلنو كحينو نسيك حينو فظنوا به على القتل ما يدلين واجمع رايهم على ان يسحبوه waxay ku heshiiyeen inay kaxeeyaan حتى يقدموا به على موسى soo kaxeeyaan oo nabi muuse u geeyaan فيرى فيه رايه فالنبي موسى waxa uu oran doono inuu eegno فاقبلوا قادمين به ويسوك حيان إنكي وقبض موسى عليه السلام وقريودي وقتها يقوان أرق قبل قدومهم انت أيمن فتلقاهم الناس فأخبروهم الخبر دتكي باهلي فأخبروهم الخبر والسيمي أدوك دتكي وأشيكين أرنتا فقالت بنو إسرائيل كي مشي تشوي بلاد الشام تشوي مركي تغين وحيكوي هذا النمنكي أسكرتها عيدا كي كيمي حجاز وحسود لي خالفتم نبيكم نبي جيني وتخالفتين والنبي موسى عليه السلام حين استبقيتم هذا مركز إنك أيدين دلين أو سوق حيسين لأن النبي موسى كي كويرين ممكن كل قد خارجي أو إذا دلة ممكن ما قطعي لبت بدر قال بجرمين تاع لا تدخلوا علينا نوسوق لنا فحالوا بينهم وبين الشام ويؤدي إن بلاد الشام سوق لنا وأبكدي ذنب ما بقي لسان بين بلاد الشام فرجعوا إلى الحجاز أرض الحجاز بيكون نقطين فكان ذلك أول سكنة يهود الحجاز تصنعوا على يهود يقول رسي إدكتي حجاز هذا وين قرني يهود مشى كيمادين وأنا ممكن اللي سوري بلاد الشام وأسوا عراري الحجاز فنزلوا المدينة المدينة المنورة أي سودجان واتخذوا فيها المزارع مركز بيري كسميين فمنهم بني قريظة وبنو نظير الكاهنان لبعض القبيلة قوين بنو نظير وبنو قريظة يهايان نسبة إلى جدهم ووجودي ويناء الكاهن ابن هارون ابن عمران والنسب كسو النقضو هارون ابن عمران marka halka way sababta yahuudda looga helay almadiina munawara dadka qaar kood waxay yiraahdaan kutubtoodii bariga hore waxa ku qoraan nabi baa imanaya oo madiina imanaya way jiraan dad xaaqamadoodii barigii hore ee zaman culimadoodii oran jiray nabi baa halka ka imanaya taana waa maqlay in ay qaarna ka yimaadeen dhinaca bilaad shaam kuwii deganaa markay maqleen nabi baa iman doona oo halkaas uu degaya dad u dhowr boqol sano ka hor intuu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam taasna waxa la yiri qaar baa ka yimid laakiin badankood بني قريظة وبني نظير وحي كيمادين وعيدا كي لسوء عليه markay soo noqdeen qayb kamid ah nimankii bani Israa'iil joogay deganaa balad Shaam deganaa ayaa ku yiri ku noqday meeshini dad caasiyiin aad noqoteen oo dad moogtay shuruucihii bani Israa'iil waad ka baxdeen marka nimankii meeshii waa laga eriyay markii laga eriyay waxay ku soo noqdeen Yathrib balad al-Hijaaz ku soo noqdeen
marka wuxuu yiri wastamarat alyahuudu bitilka albilad hatta nazalat alayhim al-aws wal-khazraj labadii qabiil ee madiina deganaa بريق نبي كيمي مكة ومدينة سوى قلي وحياها المهاجرين رجي سودوا وحياها الأوس والخزرج بها الأنصار له يقاني واستمرت اليهود بتلك البلاد حتى نزلت عليهم الأوس والخزرج لبدي قبيل هو وراء مدينة دجناء أن قلنا قانون أي مدينة دجناء الأوس والخزرج مركز سيقول لفتوا ديماتين لما تفرقوا من اليمن بسبب سير العرب الأوس والخزرج لفتوا وحكي مدينة اليمن مركي ضادكو قاضي بريقي لنا اليمن لو يقانون سير العرب مركز يمن كسوع عرر مركي أركين دبعت هذا مش كشرته وحل سويمي أرض الحجاز وقيل أن اليهود إنما سكنوا الحجاز وحاك لأوله هذا وقيل إن اليهود تسروا رنكلا تيهروا نكرني طلباتنا وحال وقيل أن اليهود إنما سكنوا الحجاز لما تفرقوا اليمن حين غزاهم بخت نصر وخرب بيت المقدس والله أعلم بريجي تشوجين فلسطين بيت المقدس وحاوي من بقر وين أوليقان بخت نصر وما يحكي نوريه وحال هذا نبوخذ نصر ورجي مقتها يلعب بلاد العراق حكومة شري بريجا منطقة العراق تشوجي بوها بقرة ذي وين أبو مش يعني وحوك بدنا دونك نينكا سامركو يمي فلسطين يهودي wuxuu ku sameeyay waxaan lagu sameeyay hore lagu sameeyay uu baabiyay uu dilay kulligood intuu xirxiray kumayaalku uu xirxiray wuxuu u kaxaystay Iraq oo maartay waxa loo yaqaan taariikhda af Carabiga loo yaqaan as-sabi al-babili anuu wuxuu ka yimid dhinaca Baabil buu ka yimid gaaladuna markay kutubtooda ka hadlayaan waxa loo yaqaan Babylonian captivity marka waa sabi as-sabi al-babili waa dad maxbuus ah oo la soo qabtay oo la xiray marka kumayaal buu ka soo kaxeeyay xitaa waxa ku jiray berigi uu Nabukhad Nasr ama Bukht Nasr برجو فلسطين يهود سود دلي أو سوحر حري وعكمل حتى نبي من أنبياء الله عليه السلام نبي من أنبياء الله ولو يقانو نبي دانيال لفتي سوق قصة عجيبة أيا كده عليه برجو تشوجي برجو نبوخذ نصر يهود سوق قبطي كل واحد حبس هو ذقلي وحري شري ودلي شري حتى اللي بحيو لها موقتها وكوه يستيقظ كيسة قرون وين بشري ماله وسمين شري مركا أي تذكروا عيارة يعني حفلاتها سمينيان مربى لبس ده يهود وكسر صار حبسها wuxuu u tuuraa libaaxyadu say cunaan dadku daawadaan maartay uu sidii waxay sameyn jireen Roomaanku berigi hore oo kale marka nabi Daniel uu ku dhex jiray ragga qisadiisuna qisad cajiib weey marba insha Allah YouTube nagu sameyn doona inuu sharaxay nabi Daniel iyo waxa uu soo maray iyo qisadaha cajiibka uu nabi Daniel soo maray marka uu joogay Baabil oo meesha uu xukumi jiray Nabukhad Nasr bani Israa'iil walaalayaal nimankan imka jooga sahaayada la yiraahdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nimanka wuu lacanay aayadaha quraanka markaad eegtid waxa ka buuxa inta mowdic ama inta meelood oo ku tusaysa dhibta ay sameeyeen in nabiyada diri jireen nabiyo badan bay direen oo gowraceen oo kala guguyeen nabi baa imanaya maanta isagoo aan wali tabliiqdii aan bilaabin ay dilayaan kaw ka siinayaan oo gowracayaan nabiyada badankood amaan kama helin nabi Muuse dhib badan bay u keeneen nabi Nuux waxyaalo badan bay ka sheegeen oo qofku uu carabkiisa ka oran kareen xasbi Allah wa ni'mal wakiil nabi Daawud iyo nabi Suleymaan waxyaalo xun bay ka sheegaan nabi Ciise wax kasta xun bay ka sheegaan nabi Maxamed inta way caayayaan anbiyaa Allah ay amaan ka waayay marka maanta markaad aragtid qof ku amaanaya yahuudda ama sahaynada waxa weeye qof aan waxaan oo dhan ogeyn weeye aayado fara badan ayaad ku arkaysaa kelmadda bani Israa'iil waxaasoo waa aayado suurat al-Baqara oo kale مثلا haddaad eegtid saddex mowdic أيو إلهي سبحانه وتعالى ويري يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم آيات أفرتن آيات أفرتن يتدبع آيات بقول يلو هاتن سدح ذا آيات سورة البقرة وكسور نقطة بني إسرائيل والنبي يعقوب عائلة ديسي إنما ديسي ددكيسي بني إسرائيل هدد مقشد بني إسرائيل شقكم الله صحيح هذا وقت حوالي جيتشوجا بني إسرائيل القرآن كان نقارنه والنبي يعقوب عليه السلام نبي إلهي شرفي يعني نبي إبراهيم بد كيما نساء نبي إبراهيم وحود علي نبي إسحاق وحود علي نبي يعقوب وحود علي نبي يوسف مركا لغا هادليو نبي يوسف على دها الكريم ابن الكريم يعني نبي يوسف وأبيه نبي يعقوب وأبيه نبي إسحاق وأبيه نبي إبراهيم وحوي الأنبياء أنبياء الله سبحانه وتعالى مركا يا بني إسرائيل تاسو آيات الله أركز كاخري كرتان كل جود إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوكو هذكري أفربدين ماركتا انت سو آيات وذركتا هل كتير سورة لها سورة الشعراء النمل السجدة غافر الزخرف الدخان الجاثية الأحقاف الصف مريم آل عمران البقرة كل جود آياتها سورة لو متكيرسة كل المائدة الأعراف يونس الإسراء ويكون بني إسرائيل والنبي يعقوب عليه السلام هذا إسرائيل مقشيد ونبي يعقوب سيدا أوجد وحير هذا العلماء دولة صهيونية وحوي
كلمة إن لو قلت المامو دولة إسرائيل مقع إسرائيل سيو تاسا بموقتها قلد وين وحوي دولة صهيونية عنصرية وية marka dadkeena inaynu taa u sheegno oo u sheer gareyno caruurtana u sharaxno muhiim weeye maadaama aynu muslimiin aynu aaminsanahay ilaahay subhanahu wa ta'ala aaminsanahay iyo nabigeeni uu inoo soo dejiyay Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku dadaala inaad videoga sheer gareysaan channelkana insha Allah inaad ku soo biirtaan barnaamijyo kalena insha Allah waa gali doonaa oo ka sheekeyn doonaa oo artikalo sida kuwan oo kale ah artikalo kala duwan oo aynu ku turjumnay af Soomaaliya insha Allah waa inoo soo diyaarinay insha Allah si share garay videoga dadku ka faa'iideysteen muddo ka faa'iideysto channelkan hataa ku cusub tahay subscribe saar siina share gare shareka ugu muhiimsan si ummaddu uga faa'iideysato insha Allah barakallahu fiikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh